المصري الكبير هرم خوفو. المتحف بيحكي تاريخ مصر وتاريخ الحضارة من آلاف السنين حتى العصر اليوناني والعصر الروماني. واحنا عارفين ان مصر تقدمت في جميع المجالات، في مجالات الزراعة والصناعة والري، ومصر تقدمت ايضا من الناحية العسكرية قديما. والمملكة المصرية القديمة امتدت من العراق شرقا الى ليبيا غربا حتى السودان جنوبا. ويوجد في الاماكن دي لغايه النهارده بيكتشفوا اثار جديده. مصر هتحتفل قدام العالم كله باحتفال كبير جدا في منطقه الاهرامات، والعالم كله في اليوم ده بيبص لمصر بانتباه شديد وذهول باللي مصر عاملاه. وفي الاخر هنقول تحيا ايه؟ تحيا مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الكريم. أما بعد، السيدة الفاضلة مديرة المدرسة، أساتذة الكرام، إخواني الطلبة والطالبات، يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم الإذاعة المدرسية اليوم، وهي لنبدأ إذاعتنا بالاستماع على كلمات الله وهي القرآن الكريم. ومع القرآن الكريم الطالب غرام رزق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر ظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلجأ فيه في الأرض وما يخرج منه وما ينزل من السماء. صدق الله العظيم. بس صدق الله العظيم. ما بعد ذلك فإن سمع بعد ما سمع أرشدة رسول الله ومع الحديث الشريف والطريق شهد إبراهيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال الحكمة ليس حكيما ولكن الحكيم من فصلها قولها وفعله. وما الحكمة والطلبة منا حكمة اليوم تكون قمة الصبر أن تسكت وفي كوثر الجرح أن يتكلم، وقمة القوة أن تبتسم وفي عينك ألف دمعة. حسن هكمل تصوير، هكمل مش هقطع. ماشي. لما ترجع على اول الفيديو تقدم الزحمه. تعال لف، اطلعي. في 3 بنات استخفوا دمهم كده وبيشاوروا للبتاع، طلعوني بقى الناس كده، اروح لهم بس في الصف ده. انتوا عارفين بتعملوا ايه؟ تضحكوا.
مصر كده. ما تقدمش الاستاذ احمد الا لما تلاقيني باصص هنا عشان اصورك. إن كنت لا تعلم فتعلم معي لكي تعلم، إن كنت تعلم فتعلم معي لكي تزداد علما، ومع تعلم الطلبة لدى صلاح. حكمة: هل تعلم أن تكون المتحف المصري الكبير هو رسالة من أجيال الحاضر إلى أجداد الماضي؟ وهيا لندعو الله مع دعاء الطلبة باسمح: اللهم احسن عقباتنا في الأمور كلها واجرنا من عذاب النار. والآن معك كلمة عن المتحف المصري الكبير والأستاذ أحمد. أبناء الطلبة، بنات الطالبات، صباح يحمل عبق التاريخ ونفحات المجد، صباح مصري يفيض فخرا بحضارة علمت الدنيا معنى الفن والعلم والبناء. حديثنا اليوم عن أحد أعظم المشروعات الحضارية في القرن ال21، عن صرح ينتظر العالم بشغف وإعجاب، إنه المتحف المصري الكبير. يقع المتحف المصري الكبير على بعد خطوات من أهرامات الجيزة الخالدة، وكأنه امتداد طبيعي لتاريخ عريق بدأ منذ آلاف السنين. فهو ليس مجرد متحف، بل أكبر متحف أثري في العالم، مخصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، تلك التي ما زالت تبهر من يحاول أن يفهم سرها وجمالها. يضم المتحف المصري أكثر من 100,000 قطعة أثرية تروي فصولا من تاريخنا الممتد من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني والروماني. من بينها 50,000 قطعة أثرية ستعرض لأول مرة. من أبرزها ما يميزه أنه سيعرض كنوز توت عنخ آمون كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته في وادي الملوك قبل أكثر من 100 عام. كما يحتوي المتحف على قاعات عرض ضخمة ومراكز للترميم ومناطق تعليمية وثقافية وحدائق ومساحات عامة تجعل منه مدينة متكاملة للفن والتاريخ والمعرفة. والحديث الذي يملأ قلوبنا فخرا هو أن المتحف المصري الكبير سيتم افتتاحه رسميا يوم السبت المقبل في احتفال عالمي ضخم تتجه إليه أنظار العالم لتؤكد تصدر مصر المشهد الثقافي والحضاري. المتحف المصري الكبير هو رسالة من أجيال الحاضر إلى أجداد الماضي تقول لهم: لن ننسى ما صنعتموه وسنحافظ على تراثكم بكل حب واعتزاز. وهو أيضا رسالة من مصر إلى العالم أجمع تقول فيها: هنا بدأت الحضارة وهنا ستبقى إلى الأبد. أبناء الطلاب وبنات الطالبات، المتحف المصري الكبير لا يضم فقط آثارا خالدة، بل يعكس ملامح هويتنا المصرية الأصيلة، ويعلمنا أن التقدم لا يتحقق إلا إذا احترمنا تاريخنا العظيم. فلنرفع رؤوسنا عالية، فاليوم نتحدث عن ماضي صنع المجد وغدا يصنع الأمل. ومع افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل نثبت للعالم أن مصر لا تزال وستظل دائما منارة الحضارة وموطن العظمة والخلود. وفي كل يوم جديد تزداد مصر إشراقا بمشروعاتها القومية وحفاظها على تاريخها العريق. فلنفتخر جميعا ببلدنا ولنجعل من هذا الحدث العالمي مصدر إلهام يدفعنا لمواصلة بناء مستقبل يليق بعظمة ماضينا. ولتغرسوا في أعماقكم الإيمان بتاريخ وطنكم العريق ومجده الخالد. بصوت واحد: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وكما بدأنا في الاستماع إلى كلمة الله فلنختم بالاستماع إلى كلمة الله ومع القرآن الكريم والطلبة فرمجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن
عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا على حسن سماعكم. كانت معكم مقدمة الإذاعة ملك مان من فصل تانية خامس. تعلن جماعات الرحلات عن قيام رحلة على المتحف الكبير وقيمة الاشتراك 250 جنيه للاشتراك مكتب التربية الاجتماعية. يلا يا رجالة تعالى أماما. اسرائيل أماما. افرد إيدك. اسرائيل عليهم. 4 صفات مع بعض. 1 2 3 4. جانبا. أسفل. صفوا انتباه بصوت عالي المدرسة كلها. مدرسة أصلا. مدرسة. إيه انتباه؟ شباب دخلت تحية العلم. تحية العلم. يا شمس حي العلم. تحت العلم أبطال ضحهم بروحهم فداكي ضرب أروع الأمثال شعر الطريق قدامك 2000 سنة قدام الدنيا صاحت وقالت مصر فيها رجال حيوا مع عالم الجيل والأجيال. تاخدوا مراية مصر عربية. تاخدوا مراية مصر عربية. تاخدوا مراية مصر عربية. الشيت بتاع الموسيقى اللي شغال يا حسن. الموسيقى هنا خلاص.